وسط اهلي ووسط عزوتي اهل اسكندريه. جيت اسكندريه جميله. صعب ان الواحد كان يتخيل في يوم من الايام انه يصل الى مش رئاسه المجلس، لكن عضويه المجلس حتى رسم. حتى لازم حاجه عمليه، ما هيش حاجه سهله، وبالتالي انا بقدم لكم كلكم كل شكر، لان لا يمكن كنت اصل مع اخواني واحبائي اللي قاعدين معايا الى هذا المكان دون ان احصل على ثقتكم. في الفتره اللي فاتت شكلكم كتير قوي من اسكندريه وقفوا معانا، وانا بشكر الست الانديه وبشكر اللي خارج الجمعيه العموميه اللي دعمهم المعنوي كان يمكن مؤثر جدا. مهما اوتيت من كلمات ومهما اوتيت من وسائل التعبير اللي انا ارجوكم ان انا اعمل كل جهدي لابد منكم. انتم اهلي وانتم اهليكم وانتم البحري اللي ما كانش ممكن ابدا افكر ان انا انزل الا بدعمكم. الحقيقه لازم اعترف ان بجانب كل اللي انتم عملتوه معايا كان اديك شكر الناديه نادي سبورتنج والوزير جمال جمال ومجلس ادارته ومدام عايده واخواننا. في ناس كتير قوي خلطت الاوراق ببعض خصوصا خارج اسكندريه لما قالوا ان انا نادي سبورتنج مش هديني الصوت مش هديني الدعم، لان تنافست مع اخويا جمال في مجلس الاداره ونزلت في الانتخابات. الحقيقه ثقافه الاختلاف وثقافه التنافس حتى بين الاصدقاء مش مفهومه، لكن انا كنت عارف مين جمال وعارف كان في ناس شكيت كتير قوي في الاخر. قبل ما انزل الكون نزول الانتخابات توجهت الى مجلس اداره النادي وقلت لهم انا هنزل واخدت اسمهم، لان انا لما بنزل ما بنزلش باسمي، بنزل باسم النادي بعدين نادي اسكندريه. وقبل ما انزل برضه بعد ما اخدت يعني الدور الاخر للنادي توجهت الى نادي اسكندريه واخدت موقعته. والحقيقه مش عايز اقول لكم موقف مثلا نادي سموحه في الدكتور اسماعيل مش عارف اديله الشكر قد ايه ولا مدربين في الديان، مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش حد، لكن حتى اللي ملوش في الانتخاب في الجمعيه العموميه كان دعم للمحتوى. انا لازم اسجل شكري للناس، شكري للناس، شكري لنادي الجياد وتولومبي ودلفي واخيرا اصحاب الجاد بنك الاهلي. ده شكر خاص انهم تقدروا السفر الى القاهره، بل بالعكس ربطوا معايا في الانتخابات وكانوا معاهم. اعتقد ان القائمه بتاعتي جميله جزء كبير منها نجح انتم بتطلبوا. اعتقد ان الست اللي هي التزمت في القائمه ما اقدرش اقول قد ايه انتم شرفتوني وطولتوني واشكركم على كل عايز اسجل لك اليوم بصراحه. يعني دي الحقيقه بتجيب ذكريات وبتجيب صور انت وانا حضرتك افتح انا قاعد معايا. انا الحقيقه طبعا الراجل ده يعني بعزه وهو عارف قد ايه مكانته، ومش ممكن يوصل للمكان ده الا لما يستفيد من علمه ومن فكره. دكتور سيد سلمان استاذ في يوم من الايام ما تسالوش اللي كان مدرب